السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شهوات ستي الحبايب. ايوا غبرنا لان ما كاينش تفاعل، ما كاينش القناة ما كتحركش. لهذا انا حاولت ندير لكم غير واحد الفيديو قصير. بالنسبة للفريغو غادي نوريكم طريقة تنظيم ديال الفريغو ديال الثلاجة، وغادي نوريكم حتى ان شاء الله الطريقه ديال التنظيم ديال الكونجيلاتور. بعض المرات كنديروا شي حاجه في الثلاجه، في فريغو كنهضر بالخصوص، وكتبقاي كتقلبي على فين درت هذه، فين حطيت هذه، هاد الميكا فيها هذه، هاد الميكا فيها هذه. اذا غادي تتبعوا معي، غادي نتبعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم الطريقه كيفاش غادي تنظموا كل حاجه تحطوها في المكان الطبيعي ديالها. اذا بسم الله على بركه الله. هذا هو الفريغو ديال الثلاجه. اذا بسم الله. هنا بالنسبه للباب كما كتشوفوا هاد الطبقات اللي كيكونوا ديال الباب كديروا فيهم بواطات صغار بحال هذا. هنا تقدروا ديروا داكشي اللي كيشد لكم ديال العطريه اولا الكوك، اولا بحال دابا هذه مثلا انا عندي فيها الحوت هذاك القمرون. وهنا هذا بالنسبه لهنايا القهوه اللي كتعطي واحد الريحه، كتبقى كنحلها واحد شويه وكتعطي واحد الريحه، في الريحه زوينه في الفريغو. هنا بحال دابا مثلا هذه اللوز، هذا شاط لي اللوز انا درته هنايا. هاد البواطه مثلا فيها العدس، هذه اللي كتشوفوا. نقدر نزيد معها شي حاجه ديال القطن، غير هي عامره حيت تبارك الله العدس كثير عامر. هنا كاين الدقيق بحال هذه فيها الفورس. هذه هاد هادو اللي كتشوفوا هادو ديال الكلاسير. ملي وقت البحر كنعمرهم هكا، كنغسلهم وكنديرهم في الثلاجه وكينفعوا، اولا فيما كنبغي شي حاجه نحتفظ بها بارده كنديرهم معها. بحال هاد البواطه هذه فيها اللحم وفيها الدجاج. بحال دابا اللحم كنديروا هكا، كيصيبوهم لنا الكزار بحال هاد الطريفات، كل جهد ديالها. بحال دابا هذه فيها نص كيلو، وكل سيده راه كتعرف كيفاش كتنظم اللحم والدجاج. وهذا لا شابلور، هذا داك الخبز اللي كيشيط ليا كنشدو وكنجمعو وكنطحنو. راه درت معكم واحد لا فيديو. بحال دابا هنايا مثلا كاين شويه ديال الطحين، وراك كتعرفوا يعني باش ما يبقوش الميكات. هذا الكونجيلاتور. بالنسبه للكونجيلاتور هنا ديك الحلوه اللي كتشيط لينا، بحال دابا هذا داك الحامض اللي كيكون ما كيتكالش، كيكون في الشجر ديال الزنقه. هذا كتحطوه حتى هو، كتغسلوا به الدجاج وكتحطوه في الكونجيلاتور، كتبقى كيدير ريحه زوينه. بحال هنا مثلا التمر. هنا هذه ديك الحلوه اللي كتبقى ما كاينلاش، كتبقى تدور في الكوزينه، كنديرها في هاد البواطات. هنا الجهه الثانيه بحال دابا هذا الطحين، هاد البواطه الكبيره فيها الطحين. انا غادي نشوفوا معكم القمح ديال الدار. هنايا الفينو والفورس. بحال دابا كنشري مثلا 10 كيلو، و5 كنفرقهم في البواطات، و5 الاخرين كيبقاو. كيف ما كتشوفوا تما كاينه ديك البواطه فيها النجيمات، كاين الحماص، كاين التمر مثلا. هنا هذا كيف ما قلت لكم القمح ديال الدار. مجمل القول ان داك الكونجيلاتور كيبقى منظم ومقاد. اي حاجه بغيتي تمشي ليها كتمشي ليها مقصده، بلا ما كتبقاي تهزي هاد الميكا وتحطي هذه. كتكوني انت عارفه دوك البواطات كل بواطه اشنو فيها. انا مسحتها بالخل، واحد الخل كناخذه من بيم. اذا كان الفيديو ديالنا هو هذا. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والفكره توصل، وما تنسوش اللايك والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. الى اللقاء.